بيجي علينا الليل كده وبتحلى السقسقة. تعالوا هنعمل احلى بريوش بطريقة بسيطة جدا ومقادير موجودة في كل بيت. حاجة كده منتهى الجمال والروعة وكمان شكل مختلف للولاد. هتعمليه مش هياخد معاكي وقت ولا مجهود. اهم حاجة تحافظي على التكات والحركات بتاعته، هيطلع معاكي هش جدا زي ما انت شايفة وبمكونات موجودة في مطبخك. تعالي هندخل على المقادير والطريقة، بس قبل ما نبتدي الفيديو كده تصلي على النبي علشان نؤجر كلنا من اول فيديو وناخد كلنا حسنات. ما تنسيش تحطي اللايك. عندي هنا كيلو من الدقيق نزلت عليها برشة من الملح ومعلقة نشا ودي لازم منها، وكمان معلقتين من اللبن البودر. كوباية حليب كده على جنب نزلت عليها بكيس من الخميرة الفورية، وانا استخدمت خميرة دريم وهي بصراحة بتبقى مفعولها قوي جدا وما بتاخدش معايا وقت كتير في التخمير. كمان نزلت عليها بمعلقة من السكر وقلبتها كويس جدا لحد ما الخميرة بتاعتي دابت. طبعا انا كنت حاطه 100 جرام من السكر، انا اخدت منهم معلقه وباقي ال100 جرام نزلت بيهم على المكونات الجافه بتاعتي وهي الدقيق واللبن البودر وبقيه المكونات. بعد ما حسيت ان الخميره بتاعتي خلاص كده ابتدت تعلى وتتفاعل، نزلت بيها على طول على المكونات الجافه. وكان قبلها حطيت ربع كوبايه من الخل، ودي ما بنستغناش عنها في اي معجنات بتستخدموها او بتعملوها، لانها بتدي هشاشة كده غير طبيعية وبتبقى حلوة جدا ونتاجتها مضمونة. وعشان يبقى البريوش معاكي غني كده وطعمه حلو جدا هتعجني بلبن صافي. انا عجنت هنا كان عندي لبن مروب يعني لبن رايب، استخدمته بما احتاجت الكمية، يعني اخد بالظبط كوباية ونص من اللبن الرايب. طبعا انا كنت مدفياه علشان الخميرة بتاعتي تتفاعل. حجم الكوباية او وزن الكوباية 300 ملي من اللبن، يعني بالظبط اخد 900 ملي من اللبن الرايب. بعد ما اتأكدت ان العجينة طبعا اتعجنت كويس جدا جدا ومفيش اي كتل ومفيهاش فيها اي دقيق، نزلت ب100 جرام من السمنة السايحة علشان خاطر ابتدي اعجن فيها وتدي كده عجينة طرية ما تبقاش صلبة او مكتلة معايا. حطيتها طبعا في مكان تخمر مش اقل من ساعة، دفيت الفرن وحطيتها. طبعا كنت مغطياها واخدت ساعة بالظبط في التخمير وطلعت بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. لميت العجينة كده وفشيت خمورها خالص، انا عايزاها زي ما كأني بالظبط عجناها. فشيت الخمور بتاعها وابتديت اقطعها بايس كريبر عندي لنصين متساويين، وهبتدي افرد اول نص واقطعه بالشكل اللي انتي شايفاه ده، يعني بحجم الكورة اللي انا هكورها. عجينة طرية جدا ما بتلزقش معاكي، وكمان لو احتاجت يعني مسحة زيت كده او زبدة ممكن تستخدمي. انا هنا استخدمت زبدة، كنت مسيحاها في الميكروويف وركنتها جنبي علشان لو احتاجتها استخدمها. بتسهل عليا التشكيل جدا وكمان التقطيع عشان ما تلزقش عجينة في ايديكي. ابتديت اكور كده الكويرات اللي انتوا شايفينها دي، وجبت الميزان علشان تبقى حجم الكورة كلها حجم واحد وشكل واحد. طبعا انا هنا كان حجم الكورة من 70 ل73 جرام، يعني ما تكترش عن كده علشان تبقى نفس الحجم. زي ما انا قلتلك ممكن تستخدمي مسحة من الزيت او مسحة من الزبدة بحيث ان هي تسهل معاكي الحركة بتاعة العجين، وكمان ما تلزقش معاكي في وقت التشكيل. بنفس الزبدة اللي انا كنت مجهزاها اللي هفرد بيها، طبعا دهنت الصاج بتاعي ده مقاس 30 في 40. العجينة ريحت كده مش اقل من 10 دقايق، هتبتدي تاخدي كورة كورة عشان تبقى سهلة معاكي في التشكيل، ومسحة زبدة بسيطة وتبتدي تفردي على الرخامة بشكل طويل كده بحجم مناسب، ما يبقاش رفيع قوي علشان خاطر لما تيجي تشكلي تبقى معاكي مظبوطة في الشكل. هتبتدي طبعا بالفرشة تدهني دهنة زبدة تكون كويسة وتبتدي تلفي رول زي ما انت شايفة. هي كده ولا كده اصلا العجينة بتبقى طرية معاكي، فهتتشكليها زي ما انت حابة وزي ما ايديكي بتحركها. هتاخدي الطرف الاخير وتبتدي تقفلي العجينة كويس عشان ما تتفتحش معاكي وقت الخمور، وتقفليها كده على بعض وتفتحيها باي سكريبر او اي سكينة موجودة عندك هتطلع بالشكل ده. اتعمل الشكل ده ببساطة جدا وكان شكله تحفة وفرح الاولاد، لان بجد شكل مختلف لاي معجنات. يعني مش بياخد وقت ولا حاجة. اهم حاجة في اي عجينة ان انت تخمريها كويس وتديها وقتها في التخمير. كمان تبتدي تعملي معاها اي مساعدات علشان تخمر معاكي بسهولة، وكمان تبقي متأكدة من النتيجة.
طبعا هعمل معاكم واحده سريعا علشان خاطر تعرفي الشكل اتعمل ازاي ويبقى سهل عليكي في وقت ما تبتدي تعمليه تشكلي بمنتهى السهوله. تقفلي الطرف الاخير كده كويس وتحاولي تاخدي الطرفين اللي في الجناب تقفلي بيهم اي ديفوهات طالعه من العجينه سواء من الناحيه دي او من الناحيه دي، وبقى سكرابر او اي سكينه حاده تقطعي بيهم هتطلع معاكي الشكل ده. حاجه كده منتهى الجمال اللهم بارك. وكمان لما خمرت كمان ادت شكل حلو جدا وهيشان وبصراحه فرحتهم جدا. طبعا هي دي كانت نص الكمية يعتبر. انا عملت صينية تانية بالشكل ده وهقول لكم على طريقتين للتحمير. طبعا علشان تدهني الوش ويدي اللون الذهبي الحلو هتحتاجي بيضة كاملة وكمان رشة من الفانيليا تدوبيهم كويس جدا جدا تضربيهم تخفقيهم كده كويس وتبتدي تدهني بيهم بعد ما العجينة بتاعتك تخمر. زي ما انتي شايفة فرق الحجم واضح. كده خلاص خمرت ملت مكانها كده وتضاعف حجمها. وطبعا لو خمرتيها المرة الأولانية ما بتاخدش معاكي وقت في التخمير للمرة التانية خالص. لمجرد ان انتي بتدفي الفرن وتدخليها 5 دقايق بتطلع بالشكل اللي انتي شايفاه ده بالبيضات وتبتدي تدهني الوش بتاعها كويس. وكمان انا هنا اضفت رشة سكر كده علشان تبقى فيها سكر مجروش من بره وتبقى شكلها حلو. لو حابة كمان بعد ما تخرج ممكن تسقيها بالسيرم برضو هتفضل طرية معاكي وكلها مديه نفس التسكيرة بتاعت العجينة من جوه. وبتديها لمعة حلوة جدا جدا كده. انا خلاص دهنت الوش كله وحطيت اضفت سكر. ممكن تضيفي سمسم او حبة البركة وتدخليها على طول على فرن متسخن من قبل درجة حرارة 200. معجنات عايزة درجة حرارة عالية من تحت ومن فوق تلاحظيها كويس جدا. هنا اخدت معايا بالظبط تلت ساعة وطلعت بالشكل ده. تاني رف في الفرن على درجة حرارة 220 ولاني افضل تسوية هي تسوية الألمونيا وبتاخد وقت يعني مظبوط في التسوية للمعجنات ما بتحرقش معاكي ولا بتلسع. وزي ما انتي شايفة طالع هايش جدا بريوش ما شاء الله عليه هايش جدا ولونه ابيض فاتح وكمان هش زي القطن. طبعا انا هنا حطيت الصينية دي وطلعت بالشكل ده. احنا حرفيا ممكن نكون بنحبها شوية متحمرة فدخلت الصينية التانية اخدت وش تحت الشواية. السكر من بره اتكرمل وطلعت بالشكل ده. طبعا دي اذواق كل واحد يعمل اللي هو حبه. عايزه اقول لكم بس الهيشان بتاع البريوش اللهم بارك تحفه جدا. عايزاكم تجربوه بالوصفه والمكونات اللي قلت لكم عليها وربنا يا رب دايما يحسن ما بين ايديكم. لحد هنا الفيديو خلص اسيبكم في حفظ الله. اشوفكم في فيديو جديد بوجودكم معايا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.